بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب هو كتاب زاد المستقنع للشيخ موسى الحجاوي رحمه الله، وهو في فقه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. والفقه كما تعلمون أيها الإخوة أن الإنسان لأجل أن يتأصل في الفقه لا بد أن يأخذ كتابا على مذهب معين، ثم يحضر شرحه عند شيخ من المشايخ، ثم هذا الشيخ يعطيه المذهب لأجل أن يتأصل ودليل المذهب. وإذا كان المذهب يخالف القول الراجح عند المعلم، فإن المعلم يعطي الطالب القول الراجح ويعطيه الدليل. هذه هي طريقة دراسة الفقه. فإذا أردت أن تدرس الفقه على طريقة الشافعية فإن المعلم يعطيك كتابا من الكتب التي تبين الفقه على منهج الشافعي رحمه الله، ثم إن المعلم بعد أن يبين لك مذهب الشافعي يعطيك القول الراجح الذي يرجحه المعلم. وإذا كان القول الراجح هو المذهب فإنه يستمر على قراءة الكتاب. هذه هي الطريقة الصحيحة. فالذين يدرسون الفقه على مذهب المالكية هذه هي طريقتهم، والذين يدرسون الفقه على طريقة الحنفية هذه هي طريقتهم، والذين يدرسون الفقه على الحنابلة هذه هي طريقتهم، وكذلك الشافعية، لأجل أن يتيسر وتسهل دراسة الفقه. فنحن هنا سبق وأن شرحنا في العام الماضي كتاب الصيام في زاد المستقنع، وهذه هي طريقتنا: نقرأ ثم نبين لك المذهب بدليله، وإذا كان المذهب يوافق القول الراجح استمرينا، وإذا كان يخالف القول الراجح بينا القول الراجح في هذه المسألة وبينا الدليل، وبينا أن ما مشى عليه الفقهاء في هذه المسألة هو قول يخالف القول الراجح. هذه الطريقة باختصار. وأما أن يذهب الطالب ويقول هذه المسألة مذهب الحنابلة كذا، مذهب الشافعية كذا، مذهب الحنفية كذا، مذهب المالكية كذا، فالطالب في هذه الحال يضيع وتتشتت أفكاره ولا يجمع ولا يرسخ علمه. لكن الطريقة الصحيحة تأخذ لك متنا وتحفظه وتكرره، ويعلمك شيخك ما المقصود بهذه المسألة ويعطيك الأمثلة ويبين لك القول الراجح. هذا باختصار. قال رحمه الله: كتاب البيع. من يقرأ المتن؟ وهو مبادرة المال ولو في ذمة أو منفعة مباحة كممر بمثل أحدهما من التأويل غير ربا وقول، وينعقد بإيجاب وقبول بعد
بعده وقبله متراضيا عنه في مجلسه فإن تشاغل بما يفقهه بطل وهي الصيغة القولية ومنها قول وهي الفقهية ويشترط التراضي. طيب، قال رحمه الله: كتاب البيع. البيع في اللغة هو أخذ شيء وإعطاء شيء، هذا هو البيع في اللغة. فإذا أردت أن أشتري منك كتابا فكيف يكون؟ أعطيك الثمن وتعطيني الكتاب. إذن البيع هو أخذ شيء وإعطاء شيء، فالمشتري يقدم الثمن والبائع يقدم السلعة. فمثلا أين عارف؟ تعال هنا يا عارف، لا تغير مكانك، احرص دائما على أن تجلس في نفس المكان لأجل أن أعرفك. ومباشرة يرسخ ذهني في أن هذا هو مكانك. ولقمان الآن أنا حفظت أنه في هذا المكان. أين هو؟ ها؟ طيب، عارف. ولنفرض أن عارف هو البائع في هذه، ماذا تسمونها؟ ها؟ المقصف. عارف هو البائع، فذهبت إليه لأجل أن أشتري منه، فأعطيته بكم هذه تباع؟ أعطيته 3000 ربية وأخذت منه هذا الماء. هذا بيع. فالبيع هو أخذ شيء وإعطاء شيء. أنا أعطيته المال، أعطيته النقود، أعطيته الثمن، وهو أعطاني الماء. هذا هو البيع. ولهذا قال كتاب البيع. واعلم أن البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. فالكتاب قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، فالبيع جائز. والسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، فأثبت البيع عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى، فكان يبيع ويشتري. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يبيعون ويشترون. وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة. ومن النظر الصحيح، لأن الإنسان قد يحتاج إلى ما في يد غيره ولا سبيل له بالحصول على هذا الشيء إلا عن طريق البيع. ولذلك فإننا نقول إن البيع جائز في الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. ثم قال رحمه الله: وعرفنا البيع هو أخذ شيء وإعطاء شيء، وهذا في اللغة. وأما في الشرع عرفه الشيخ رحمه الله قال: وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر في دار بمثل أحدهما على التأبيد. هذا هو تعريف البيع شرعا.
مبادلة مال. مبادلة مال. المبادلة، ما معنى المبادلة؟ التبادل، آخذ منك شيئا وأعطيك شيئا. مبادلة مال. مبادلة مال. ما هو المال؟ لا تظن أن المال هو فقط النقود، الفلوس، لا. المال عند الفقهاء هو كل عين مباحة، كل عين مباحة النفع، هذا هو المال. كل عين مباحة النفع بلا حاجة. فالعين التي يباح نفعها فإنها تسمى مالا. الآن الفلوس مال؟ مال. الكأس مال؟ مال، لأنه يباح نفعه. الطاقية مال؟ مال، لأنه يباح نفعها. السيارة مال؟ مال. الأواني مال. القلم مال. الكتاب مال. التمر، الذهب، الفضة، الملح، كل هذه أموال. إذن كل عين مباحة النفع فهي مال. كذلك قلنا في تعريف المال كل عين مباحة النفع. فإذا كانت العين محرمة النفع هل هي مال؟ لا، ليست مالا. فمثلا من الأشياء المحرم نفعها آلات المعازف. آلات المعازف هذه محرمة النفع، فهذه ليست بمال. إذن المال هي كل عين مباحة النفع بلا حاجة. ما معنى بلا حاجة؟ بلا حاجة مفهوم هذا أنه إذا كان يباح نفعها للحاجة، كالكلب مثلا، الكلب يباح نفعه لكن متى؟ عند الحاجة، فهذا ليس بمال، وعلى هذا لا يجوز بيعه. الميتة يباح نفعها متى؟ الميتة عند الضرورة، فهذه ليست بمال، ولهذا لا يجوز بيع الميتة. إذن المال هو كل عين مباحة النفع بلا حاجة. إذن قال رحمه الله مبادلة مال ولو في الذمة. ولو في الذمة. الذمة قوله هنا في الذمة يعني أن يقع البيع على شيء في الذمة. مثال ذلك: أتيت إلى عارف وهو في المقصف، قلت له أعطني، بع علي ماء، فقال خذ هذه، فأعطاني هذه. قلت بكم؟ قال ب3,000 ربية. قلت اشتريتها في ذمتي لك 3,000 ربية. ما معنى في ذمتي؟ يعني إذا أتاني نقود أعطيتك. فقوله هنا مبادلة مال ولو في الذمة، معنى هذا أن البيع وقع على الذمة. مثال آخر: الآن لو قلت لك مثلا هذه كم؟ أتيت إلى عارف وقلت له هذه كم فيها من ماء؟
ها؟ في ثلاث. طيب قلت لعارف بع علي 3 قارورات من هذا الماء بهذه 10,000. هنا هل وقع البيع في الذمة؟ لا، ليس في الذمة، لأنه أعطاني الماء وأعطيته 10,000. لكن لو أنني قلت لعارف أعطني 3 قارورات في الذمة، فمعنى هذا أنني أخذت منه 3 قارورات، وله عندي 3,000. 10 كم القارورة بكم؟ 9,000 ربية. واضح؟ وانتبه هنا عند فقهاء الحنابلة، إذا قلت لك اشتريت منك يا عارف 3 قارورات بهذه 10، هل هذا في الذمة؟ لا. ولو قلت لك يا عارف اشتريت منك هذه 3، اشتريت منك 3 قارورات من الماء ب10,000 ربية، ثم أخرجت 10 وأعطيتها إياه، فهذا في الذمة. هناك فرق بين مسألتين، انتبه للفرق بينهما عند الفقهاء. إذا قلت لعارف اشتريت منك 3 قارورات ماء بهذه 10,000، هذا ليس في الذمة. ولو قلت لعارف اشتريت منك 3 قارورات من الماء ب10,000 ربية، ثم فتحت المحفظة وأخرجت 10,000، فهذا في الذمة. فقوله هنا مبادلة مال، عرفنا المال. وقوله ولو في الذمة، عرفنا معنى في الذمة. قال أو منفعة مباحة. من صاحب البيت هذا؟ أين صاحب البيت؟ لا، أين ابنه؟ أين ابن صاحب هذا البيت؟ تعال هنا. ما اسمك؟ ارفع صوتك. شهره. تعال هنا. هذا لقمان أتى. شهره. تعال هنا، اجلس هنا. شهره. لو قلت يا شهر أريد أن أشتري منك ممرا في بيتك، يعني طريقا في بيتك لكي أمر منه إلى الحديقة. أنا أسكن هنا يا شهر، وأريد أن أشتري منك ممرا في البيت لأجل أن أمر إذا أردت من خلال هذا الممر إلى الحديقة. فقال شهر بعتك هذا، فهذه تسمى منفعة. ومعنى هذا أنني كلما أردت أن أذهب إلى الحديقة أستغل هذا الممر وأمر من خلاله. فاشتريت منك هذا الممر ب100,000 ربية مثلا،
فقال شهر بعتك الممر، يعني منفعة الممر. هذا معنى قول المؤلف مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. وقوله هنا بمثل أحدهما، بمثل أحدهما تعود على 3 أشياء. الآن عرفنا البيع مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما. البيع قد تكون المبادلة فيه في المال، وقد تكون المبادلة فيه في الذمة، وقد تكون المبادلة فيه بالمنفعة. ولن أتطرق لهذا التفصيل لأنه يصعب عليكم، ولكن نعطيكم كمعلومة: إذا أخذنا قوله هنا بمثل أحدهما فمعنى هذا أن البيع له 9 صور. لماذا؟ لأنه عندنا مال، وعندنا في الذمة، وعندنا منفعة مباحة، فهذه 3. غير ما بينها، بمعنى اجعل مال بمال، مال بما في الذمة، مال بمنفعة مباحة، هذه 3. وهذا لن أتطرق إليه حتى تفهموا فيما بعد التفصيل في هذا الكتاب، ثم نرجع إليه إذا بقي وقت إن شاء الله. إذن قوله بمثل أحدهما معنى هذا البيع، معنى هذا أن البيع له 9 صور. طيب، ثم قال على التأبيد. على التأبيد، البيع يكون على التأبيد، يعني بشكل مؤبد، يعني بشكل دائم. وقوله على التأبيد احترازا من المؤقت كالإجارة مثلا، كالإجارة. فالإجارة ليست ببيع. فمثلا يا شهر، لو قلت لك أريد أن تؤجرني بيتك أسكن فيه لمدة شهر ب100,000 ربية، هل هذا بيع؟ هذا ليس بيعا. لماذا؟ لأن البيع يكون بشكل دائم، بمعنى أن الملك ينتقل، البيت ينتقل من ملك شهر إلى ملكي. لكن قوله هنا على التأبيد أخرج الإجارة، فالإجارة ليست ببيع. فإذا قلت استأجرت يا شهر منك هذا البيت لمدة شهر، هذا ليس ببيع، ليس ببيع. لماذا؟ لأنه ليس على التأبيد. فالبيع لا بد أن يكون على التأبيد. طيب، وقوله هنا غير ربا، غير ربا. الربا، تعرفون الربا؟ تعرفون الربا؟ الربا أعطيك يا عارف، أعطيك، أقرضك، كم هذه؟ 10,000 ربية، بشرط أن تعطيني، بشرط أن تعطيني بعد شهر 20,000 ربية. أعطيك 10 وتعطيني 20 بعد شهر، هذا ربا. والربا أيها الإخوة لم يأتي وعيد، لم يأتي وعيد
على ذنب من الذنوب في القرآن الكريم بعد الشرك أعظم من الربا. الربا من أعظم المحرمات بعد الشرك، وأقل الربا أدنى الربا والعياذ بالله، يعني أسهل الربا مثل أن يزني الرجل بأمه والعياذ بالله. ولذلك مع الأسف فإن كثيرا من الناس في وقتنا الحاضر يقعون في المعاملات الربوية وهم لا يعلمون، والربا محرم، والذي يرتكب الربا يحارب الله عز وجل، يحارب الله عز وجل. وإذا كان يحارب الله عز وجل فليبشر بشر الهزيمة وأسوأها. ولهذا نقول إن الربا من أعظم الذنوب ومن أعظم الكبائر. المهم أن المؤلف رحمه الله استثنى الربا فقال إن الربا ليس ببيع، رغم أنه مبادلة. الربا مثل البيع، مثل البيع. فمثلا يا عارف أحضر إلى المقصف لك وأقول خذ 10,000 ريال، 10,000 ربية، وأعطني بعد شهر 20,000 ربية. هذا مبادلة، ولكنه لا يدخل في البيع لأنه ربا، لأنه ربا. قال غير ربا وقرض، وقرض كذلك أيضا. القرض أيها الإخوة مبادلة مال بمال، مبادلة مال بمال. القرض جائز، أعطيك يا عارف 10,000 ربية وتعطيني بعد شهر 10,000 ربية، هذا جائز وليس فيه شيء، ولكنه لا يعتبر بيعا. فالمؤلف هنا قال غير ربا وقرض، غير ربا وقرض. ثم قال وينعقد بإيجاب وقبول. البيع ينعقد بالإيجاب والقبول. ما هو الإيجاب؟ الإيجاب هو اللفظ، يعني الكلام الصادر من البائع، والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري، من المشتري. مثال ذلك: أتيت إلى المقصف وفيه عارف، فقلت له أتيت إلى المقصف وموجود فيه عارف، قال لي عارف بعتك قارورة الماء هذه ب3,000 ربية. هذا اللفظ صدر من من؟ من البائع. هذا يسمى إيجاب. وأما اللفظ الصادر من المشتري وهو أنا فهو يسمى القبول. فلما قال لي عارف بعتك هذه القارورة ب3,000 ربية، قلت أنا قبلت. هذا هو اللفظ الصادر من المشتري، وهو يسمى هنا ما يسمى بالقبول. إذن قال ينعقد بإيجاب وقبول. فإذا قال عارف هذا وقلت أنا قبلت انعقد البيع. هذا هو البيع.
قال وينعقد بإيجاب وقبول بعده. انتبه، قال بعده، بمعنى أن القبول وهو اللفظ الصادر ممن؟ من عارف أو مني أنا؟ مني أنا المشتري. لا بد أن يكون القبول وهو اللفظ الصادر مني أنا، لا بد أن يكون بعد اللفظ الصادر من البائع. ولهذا قال وينعقد بإيجاب وقبول بعده، بمعنى أن القبول لا بد أن يكون متى؟ بعد الإيجاب. لا بد أن يكون القبول بعد الإيجاب، لأنه قال هنا بإيجاب وقبول بعده. طيب، لو ذهبت أنا إلى عارف وقلت له على كلامنا هذا، قلت يا عارف قبلت منك هذا الماء، فقال عارف بعتك هذا الماء، هل ينعقد البيع؟ افهموا، لو قلت لعارف قبلت منك هذا الماء فقال عارف بعتك هذا الماء، هل ينعقد البيع؟ لا، لأن القبول هنا حصل متى؟ قبل الإيجاب. والمؤلف يقول لا بد أن يكون القبول بعد الإيجاب، ولهذا قال بعده. واضح؟ طيب، ثم قال رحمه الله وقبله. كيف بعده وقبله؟ ولذلك تحتاج إلى الألفاظ هذه، تحتاج إلى تركيز وفهم بدقة أكثر. قبله هنا بمعنى أنه يصح أن يكون القبول قبل الإيجاب ولكن بألفاظ معينة. ما هي الألفاظ؟ كلفظ الأمر، كما لو قلت لعارف بعني هذا الماء، فقال عارف بعتك، فهنا القبول حصل قبل الإيجاب ولكن بأي صيغة؟ بلفظ الأمر، فهنا يجوز. إذن قوله هنا قبله بمعنى أنه يجوز أن يكون القبول قبل الإيجاب لكن في صور معينة، كلفظ الأمر مثلا لو قلت بعني هذا الكتاب وما أشبه ذلك. طيب، ثم قال متراخيا عنه في مجلسه. متراخيا عنه في مجلسه بمعنى أن القبول لا بد أن يكون بعد الإيجاب ولكنه متراخيا عنه وفي مجلسه. قال فإن اشتغل بما يقطعه بطل. نفهم من هذه الجملة أنه لا بد أن تكون الألفاظ أو يشترط في القبول والإيجاب يشترط فيهما 3 أشياء. من قوله هنا متراخيا عنه في مجلسه، فإن اشتغل بما يقطعه بطل، يشترط في القبول والإيجاب 3 شروط. الشرط الأول أن يكون في مجلسه، أن يكون البائع والمشتري
في نفس المجلس. هذا هو الشرط الأول. مثال ذلك: ذهبت إلى عارف وقال عارف: بعتك قارورة الماء ب3,000 ربية، فقلت له: قبلت. هذا جائز لأننا في نفس المجلس. لكن انتبه، لو قال عارف: بعتك قارورة الماء ب3,000 ربية، ثم رجعت أنا إلى المسجد وجلست أتكلم معكم، ثم ذهبت إلى عارف وقلت: قبلت، هل يجوز؟ لا. لماذا؟ لأنه قال هنا متراخيا عنه في مجلسه، لا بد أن يكون في نفس المجلس. إذن هذا هو الشرط الأول، أن يكون في مجلسه. الشرط الثاني: ألا يتشاغل عنه بما يقطعه، فإن تشاغل فإنه لا يصح. مثال ذلك: قال عارف: بعتك قارورة الماء هذه ب3,000 ربية، فقلت لعارف أنا: يا عارف، هناك شخص اسمه شهر يسكن في بيت قريب من هنا ولا أعرف أين يسكن، وأريد أن تخبرني أين يسكن. فقال: نعم، أنا أعرفه، يسكن في هذا البيت. فقلت: بارك الله فيك. ثم قلت: قبلت الماء، هل يجوز؟ لا، لأننا تشاغلنا بما يقطع البيع. ولهذا قال: متراخيا عنه في مجلسه، فإن اشتغل بما يقطعه بطل. وعلى هذا فالشرط الأول من شروط القبول والإيجاب أن يكون في نفس المجلس، والشرط الثاني ألا يتشاغل بما يقطعه. وأيضا نضيف شرطا ثالثا وهو لم يذكره المؤلف هنا، وهو أن يطابق القبول الإيجاب. فإن لم يطابق القبول الإيجاب فلا يصح. مثال ذلك: قال عارف: بعتك قارورة الماء ب3,000 ربية، فقلت له أنا: قبلتها ب1,000 ربية، هل يجوز؟ لا، لابد من أن يطابق القبول الإيجاب. لو قال عارف: بعتك قارورة الماء ب3,000 ربية، فقلت له أنا: قبلت قارورتين ب3,000 ربية، هل يصح؟ لا، لا بد أن يطابق القبول الإيجاب. إذن هناك 3 شروط للقبول والإيجاب. ثم قال رحمه الله: وهي الصيغة القولية وبمعاطاه، وهي الصيغة الفعلية. البيع أو العقد له صيغتان، له صيغة قولية وله صيغة فعلية. ما هي الصيغة القولية؟ الصيغة القولية التي ذكرناها قبل قليل هي الإيجاب والقبول، هذه صيغة قولية. لكن قال هنا: وبمعاطاه، وهي الصيغة الفعلية. هذه هي الصيغة الثانية، وهي الصيغة الفعلية التي ينعقد بها البيع، وهي المعاطاة. كيف المعاطاة؟ المعاطاة بأن أذهب إلى المقصف وأدخل وأخرج 3,000 ربية بدون أن أتكلم. عارف موجود، لكنني أدخل إلى المقصف وأخرج 3,000 ربية وأضعها على الطاولة في المقصف، وأذهب إلى الثلاجة وأفتحها وآخذ قارورة الماء وأذهب. أنا لم أتكلم وعارف لم يتكلم، هل ينعقد البيع؟ نعم، وهذه تسمى الصيغة الفعلية وهي المعاطاة.
واضح؟ قال وهي الصيغة القولية وبمعاطاة وهي الصيغة الفعلية. إلى الآن واضح؟ انتهى من مقدمة بسيطة عن البيوع، ثم الآن المؤلف رحمه الله سوف يذكر شروط البيع. شروط البيع، وبدأ بالشرط الأول من شروط البيع، قال ويشترط التراضي منهما. هذا هو الشرط الأول من شروط البيع، التراضي. وقوله منهما أي من البائع والمشتري. البيع له 7 شروط، انتبهوا. كم شروط البيع يا لقمان؟ 7. الشرط الأول ذكره هنا التراضي منهما أي من البائع والمشتري. التراضي منهما يعني من البائع والمشتري. ما الدليل؟ الدليل أولا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فلا بد أن يكون عن تراضي. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما البيع عن تراض. فلا بد من الرضا، لا بد من الرضا. ولأننا لو أننا أجزنا البيع من غير رضا فما الذي يحصل بين الناس؟ تحصل الفوضى والعدوان، كل يعتدي على الآخر. والحمد لله الذي جعل البيع عن تراضي. ثم قال فلا يصح من مكره بلا حق. وعلى هذا فلو أكرهك إنسان على بيع ما تملكه فهل البيع يصح؟ لا يصح. لو جاءك شخص وقال بع علي بيتك وإلا ضربتك، لا يجوز، هذا إكراه. قال بع علي بيتك وإلا سجنتك، هذا لا يجوز، هذا إكراه. ولهذا قال فلا يصح من مكره بلا حق، بلا حق. كذلك أيضا الفقهاء رحمهم الله قالوا لو أنك علمت أن شخصا من الأشخاص باع عليك سلعة حياء وخجلا فلا يجوز لك أن تشتريها. فلو قلت لمن ما اسمك؟ هداية. هداية الله. تعال يا هداية، قم. قلت لهداية ما أحسن هذه الساعة يا هداية، هي ساعة جميلة. لا يوجد عندنا في السعودية مثلها. ماذا ستفعل أنت؟ ربما تخجل وتقول لي ماذا؟ لا، عيب تقول بعتها، تقول أهديها لك. لو أن هداية الله
خلع الساعة، اخلعها، وأعطاني إياها، قال خذها هدية لك، فقلت جزاك الله خيرا. هل يجوز؟ هذا لا يجوز، لأنه أعطاها لي حياء وخجلا. أفهمتم؟ نعم. فالإنسان استريح، إذا أعطاك الشيء حياء وخجلا وهو لا يريد ذلك ثم قبلت، هذا لا يجوز، هذا يشبه الإكراه، هذا يشبه الإكراه. ولهذا العلماء قالوا فلا يصح من مكره بلا حق. وقوله هنا بلا حق احترازا من الإكراه إذا كان بحق، فإذا كان بحق فإنه يجوز. ما مثال الحق؟ مثال ذلك، ما اسمك أنت؟ آخر الدين. آخر الدين. آخر الدين. آخر الدين يريد منه، ما اسمك؟ دار ماضي. دار ماضي. دار ماضي. دار ماضي يريد من آخر الدين، يريد من آخر الدين، يريد منه $1000. سبق أن آخر الدين أعطاه $1000 قرضا، وقال دار ماضي قال أردها إليك بعد شهر. مضى شهر ولم يردها له، فذهب آخر الدين إليه قال أعطني نقودي، أعطني نقودي، قال ما عندي شيء، وهو عنده ولكنه يكذب عليه. فماذا فعل آخر الدين؟ ذهب إلى المحكمة وقال لهم إن دار ماضي أخذ مني المبلغ ولم يعطني إياه. فماذا فعلوا؟ أتوا إليه وقالوا أعطه المبلغ، فرفض. فالمحكمة ماذا فعلوا؟ أخذوا ماله بالإكراه وأعطوه إلى آخر الدين، فهذا بحق. أو أنهم أخذوا سيارته، لم يجدوا عنده نقودا، فأخذوا سيارته مثلا وباعوها، فهذا البيع هل يجوز؟ يجوز، لأنه بيع بحق. فقوله هنا فلا يصح من مكره بلا حق احترازا مما إذا كان بحق، فإذا كان الإكراه بحق فإنه يجوز. المهم أن الشرط الأول هو التراضي، فلا بد من الرضا، لا بد من الرضا، واضح؟ ثم قال وأن يكون العاقد جائز التصرف، هذا هو الشرط الثاني ولعلنا نقف عليه. صعب البيع؟ صعب أو سهل؟ في سؤال؟ هل عندكم سؤال؟
ما عندكم أسئلة؟ شهر، تعال قم، اترك النوم، تعال. نريد منك ومن لقمان كذلك، وعارف، قم يا عارف، تعال عارف هنا. أسألك يا عارف، هذا الكتاب الذي شرحناه ما هو؟ ارفع صوتك. كتاب البيع من زاد المستقنع. وهل تعرف اسم المؤلف؟ ما تعرفه. شهر، هل تعرف اسم المؤلف؟ لقمان، ما تعرف. ها؟ الشيخ موسى الحجاوي، أحسنت. طيب، قلنا في البيع أنه يشترط، أو من شروطه يا شهر، من شروط البيع ماذا؟ ها؟ إيش؟ أنت لا تدري. عارف، يشترط التراضي، يشترط التراضي. طيب، الآن عرفت؟ ما عرفت؟ هل تعرف معنى التراضي؟ ما تعرف. هل تعرف معنى التراضي؟ تعرف معنى التراضي؟ ما معنى التراضي؟ تعرف بالإندونيسي معنى التراضي؟ ما تعرف. طيب يا عارف، هل تعرف معنى التراضي؟ في الإندونيسي ما معنى التراضي في الإندونيسي؟ ها؟ صحيح؟ أيوة. طيب، قلنا استريح يا شهر، واستريح يا لقمان. في أي سنة أنت؟ الثاني من المرحلة المتوسطة. طيب، من يخرج من طلاب المتوسطة؟ من يخرج؟ نريد طالبا يخرج. ها؟ يلا. ما اسمك؟ ها؟ نوفل. نوفل. هل تعرف البيع يا نوفل؟ معنى البيع؟
الإندونيسي تعرفه؟ تعرف؟ طيب ما معنى البيع في الإندونيسي؟ ايش يقول؟ طيب هل فهمت قبل قليل، هل فهمت شرحنا؟ ما تفهم كيف؟ لا تفهم شرحنا. جيد، استريح. هل يوجد طالب في المرحلة المتوسطة يفهم شرحنا؟ وأنت تفهم؟ تفهم قليلا. وأراك تكتب. لا تكتب، لماذا؟ نسيته. استريح.